اهم سؤال لازم تساله لنفسك دلوقتي: ازاي رغم انك في 2025 الا انك ما بتعرفش لحد دلوقتي تشتغل على افتر افكت، مع العلم ان افتر افكت من زمان وهو اقوى برنامج في المونتاج والموشن جرافيك، ومستحيل تلاقي فيديو اديتور محترف ما بيستخدمش افتر افكت، وده بسبب المميزات اللي بيقدمها افتر افكت لاي فيديو اديتور. وعشان كده انا قررت هنعمل سلسله فيديوهات بنتكلم فيها عن اهم التريكات في المونتاج واللي هتحسن من شغلك في المونتاج وهتنقله في حته تانيه. ده غير ان انا قررت اعمل سلسله فيديوهات تعليميه عن المونتاج من الصفر لحد الاحتراف. فلو مهتم بالمحتوى اللي بقدمه ما تنساش تعمل سبسكرايب لايك وشير وتكتب لي رايك تحت في الكومنت، وهتلاقيني سايب لك لينك الانستجرام تحت في البايو تقدر تروح هناك، وهتلاقيني دايما بنزل ريلزات عن اهم المعلومات في المونتاج. ويلا بينا نبدا الفيديو دلوقتي. وبعد ما هنفتح افتر افكت هندوس على نيو كومبوزيشن. بعد كده هنختار المقاسات بتاع الكومبوزيشن. انا هخليه 1920 في 1080 بحيث ان احنا نشتغل على مقاس العرض، بس انت تقدر تشتغل على مقاس الريل اللي هو بيبقى 1080 في 1920 العكس. بعد كده هندوس اوكي. بعد كده هنروح نضيف الايكون او الصور او الفيديوهات اللي احنا حابين نشتغل عليها ايا يكن. عايز اقول لك فكرة ان انت تتعلم تحريك الكاميرا ده هيحسن من مستواك جدا وهيفرق معاك في شغلك جدا جدا. بعد ما ضفنا الايكون اللي احنا هنشتغل عليها هنبدأ ان احنا نحدد عليهم كلهم، وهندوس على حرف الاس من الكيبورد عشان يفتح معانا السكيلز، ونبدأ نتحكم في حجم الايكون بتاعتنا على حسب الحجم اللي احنا عايزينه. وهنرجع ندوس اس تاني عشان يقفل معانا السكيلز، وهنبدأ نفرقهم عن بعض بحيث ان احنا نظبط مقاساتهم. تمام. دلوقتي كل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا هنبدأ نظبط شكلهم وهنظبط حجمهم بحيث ان هما ما يكونوش زي بعض. فهنبدأ ان احنا نقف على ايكون فيهم ونظبط الحجم بتاعه. تمام. بعد ما خلصنا هنبدأ ان احنا نضيف الكاميرا بتاعتنا. الاختصار بتاعها كنترول شيفت سي. هتبدأ تتأكد ان انت عاملها 1 كام، وهنا من عند كاستم هتختار من 28 مللي ل 35 مللي، فانا هخليها 28 وهندوس له اوكي. وبعد ما ضفنا الكاميرا بتاعتنا هنبدأ ان احنا نفعل ال 3 دي للايكون بتاعتنا كلها، ومن اختصار كنترول شيفت الت واي هنعمل نيل اوبجكت. بعد كده انا هنخلي الاول النيل اوبجكت بتاعتنا 3 دي، وهنربط الكاميرا بتاعتنا بالنيل اوبجكت. هنرجع بعد كده نروح عند اكتف كاميرا وهنخليها كاستم فيو بحيث ان احنا نقدر بعد كده نشوف شكل الايكون بتاعتنا ونبدأ نظبط لها الروتيشن ونظبط لها الابعاد اللي احنا عايزينها تظهر عليها. بعد كده هنرجع ندوس تاني على اكتف كاميرا ونرجع للشكل بتاعنا. ودلوقتي كل اللي هنعمله هنروح عند النول اوبجكت وهندوس على بي، وهنرجع نتحرك من كنترول شيفت 20 فريم 1 2. بعد كده هندخل زوم على اول ايكون احنا عايزين نبدأ من عندها، وانا هبدأ هنا من عند الايكون بتاعت يوتيوب. انا شايف ان هي كده كويسة فهنحط كي فريم، وهنرجع ندوس على الار عشان يفتح لنا الروتيشن. هنحط كي فريم على الواي والاكس، وهنرجع ندوس على حرف اليو في الكيبورد عشان يجيب لنا كل اللي احنا عاملين عليه كي فريم. وبعد ما ظهر معانا كل الكي فريمات هنبدأ من كنترول شيفت هنطلع 30 فريم قدام. 1 2 3. وبعد ما اتحركنا 30 فريم هنبدأ ان احنا نتجه على الايكون التانية اللي احنا عايزينها تظهر بعدها، زي كده بالشكل ده. بعد كده هنحدد كل الكي فريمات وهندوس على F9 عشان الايزي. بعد كده هندخل نتحكم في السبيد بتاعهم بحيث ان انت تتحكم في الحركة بتاعتهم سواء كنت عايزها سريعة او بطيئة. بالشكل ده كده انا اتحكمت في السرعة بتاعتها وعلى حسب انا عايزها تتحرك ازاي، من الاسرع للابطأ ولا من الابطأ للاسرع. وبعد ما نرجع هنا هنبدأ ان احنا نعمل نول اوبجكت جديد بنفس الاختصار كنترول شيفت الت واي، وهنبدأ نربط النول اوبجكت الاول بالتاني. بعد كده هنعمل له 3 دي، وبعد كده هندوس على البي. بعد كده كل اللي احنا محتاجين نعمله هنرجع 10 فريمات لورا. بعد كده هندوس كي فريم وهندوس ار عشان الروتيشن، وهنفعل برضو كي فريم عند الواي والاكس.
وهنرجع نطلع 30 فريم قدام. 1 2 3. هنرجع ندوس على الواي عشان يجيب لنا كل الكي فريم اللي احنا محددين عليها، وهنرجع نتحرك ناحية الايكون التالتة بالشكل ده. بعد كده هنعمل برضو نفس الموضوع، سيلكت على كل الكي فريمات بتاعتنا، وهنعمل F9 عشان الايزي. بعد كده ندخل على الجراف اديتور، وبرضو نبدأ ان احنا نظبط السبيد بتاعها بالشكل ده. هنرجع نخرج من الجراف اديتور، بعد كده هنعيد نفس العملية تاني، ندوس كنترول شيفت نرجع 10 فريمات لورا، وبنفس الاختصار كنترول شيفت الت واي عشان نعمل نيل اوبجكت تاني، وهنشغل له برضو ال 3 دي، وهنرجع نخلي رقم 2 يبقى الرقم 3، وهندوس على البي هنحط كي فريم، وهنرجع ندوس على الار عشان الروتيشن، هنعمل كي فريم على الواي والاكس، وهنرجع ندوس على اليو عشان يطلع لنا كل الكي فريمات. بعد كده كنترول شيفت ونطلع 30 فريم قدام. 1 2 3. وهنرجع نتحرك على الايكون بتاعتنا الرابعة بالشكل ده كده. بعد كده هنعمل سيلكت لكل الكي فريمات، وندوس على F9 عشان الايزي، ندخل على الجراف اديتور، نرجع نظبط السبيد بتاعها، ونرجع تاني نخرج من الجراف اديتور. وبعد ما خلصنا كل الايكون اللي معانا هنبدأ نفعل الموشن بلور على كل الايكون بتاعتنا، وتقدر دلوقتي تعمل اكسبورت. وده الشكل في النهاية. طبعا انت تقدر تسرع وتبطئ، وتقدر تضيف اي عدد ايكون انت عايزه، وهتكرر نفس العملية اللي احنا اتكلمنا فيها. طبعا انا موريك بس انت تعملها ازاي، لكن انت براحتك تقدر تبطئ وتسرع فيها براحتك، وتقدر تضيف اي عنصر انت حابه، سواء ايكون، صور، فيديوهات، زي ما تحب. وده كده شرحنا للنهارده، اتمنى ان اكون فدتك وقدرت اوصل لك المعلومه، ولو استفدت ما تنساش تعمل سبسكرايب، لايك، وشير. وزي ما قلت لك هتلاقي لينك الانستجرام بتاعي تحت في البايو، روح هناك واعمل لي فولو، وما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنت حابين نتكلم عن ايه الفيديو الجاي، وده بسبب المميزات الرهيبه اللي بيضيفها افتر افكت لاي فيديو